بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله. الأهلي وانتقالات يناير القادمة، سواء رحيل لعيبة من الأهلي أو استخدام لعيبة محترفة أجنبية. اللي حصل في الأهلي دلوقتي إن في ضغط كبير جدا على بيرسي تاو من لجان الزملكاوية وإعلام الزمالك، كله بيلمع في تاو بشكل غريب جدا. واضح إن هم بيلعبوا جيم، عايزين الاهلي يلبس تاو عشان ما يجيبش لعيب محترف تاني. احنا عارفين طبعا ان الزمالك دائما وابدا ما بيتكلمش عن حد كويس في الاهلي الا اذا كان عايزين ياخدوه يستفيدوا منه، وده صعب جدا. مفيش لعيب راح للزمالك من الاهلي مباشرة الا لو كان الاهلي هو اللي تركه. يمكن المرة الوحيدة اللي كان هينجح فيها الزمالك بتاعت عبد الله السعيد، وبرضه ما نجحش فيها، وحصل ان تركي الشيخ اتدخل ووقف الموضوع. بالنسبة طبعا لتاو، اتمنى ان مسؤولي الاهلي يخلوا بالهم كويس جدا في حملة التلميع بتاعت بيرسي تاو. الاغرب ان الحملة دي طالعة من كل الاعلام الزملكاوي في الداخل والخارج، واخرهم ميدو، وهو بيقول لازم الزمالك يتعاقد مع تاو وانه لاعب كبير واضافة للزمالك. ده كلام طبعا طبيعي يتقال، ولكن الموسم ده خلي بالك عاوزين يلبسوك في التجديد، وتخسر مكان محترف هيكون افيد من تاو. خلي بالك بيرسي تاو لاعب كبير وامكانيات عالية بس لما يكون فايق وفي مستواه. لكن حاليا من بداية الموسم وتاو لا يصلح للأهلي، وكمان عنده كمان شخصية مزاجية شوية، فهو لازم يتعامل يعني بتدليل. لازم المدير الفني كده ياخده على حجره زي ما بيقولوا، ويقعد يدادي فيه لغاية لما يبقى نفسيا مستعد. والكلام ده طبعا مش هينفع مع الأهلي أو أي فرقة بتعتمد على لعيبة محترفة. تاو حتى في جنوب أفريقيا أصبح خارج المنتخب. أنا بقول لكل اللي في الأهلي أو إدارة الأهلي، استغل الحملة دي لمصلحتك وبيع اللاعب في يناير. مرتب تاو الكبير تقدر تجيب محترف في المكان ده يكون مفيد للأهلي وعنده كورة ومستقبل أفضل من تاو. عندك كمان لاعب آخر أنت ناسي إن أنت عامله إعارة، اسمه كريستو. اللاعب ده مكسر الدنيا وعامل مباريات ممتازة، ومحتاج بس نظرة من كولر، لأنه واحد من أهم المواهب في القارة كلها، ولعيب أيسر برضو بيلعب برجله الشمال، لأنه واحد من أهم المواهب في القارة كلها. والدليل إن الصفاقسي عايز يفعل بند الشراء، وفي أندية تونسية أخرى عايزة تاخد اللاعب منك، وفي صراع كبير من الأندية التونسية على اللاعب. واللاعب ده كمان من النوع اللي هو يتطور وسنه صغير، وتقدر تجيب ثمنه في أي وقت. أنت عندك 3-4 سنين، اللاعب ده لو خد فرصة هيعمل الفرق كبير جدا. يمكن بس حتة الوعي التكتيكي بتاعه والتطوير والإرادة عنده ضعيفة شوية، محتاج بس حد يقعد معاه ويديله فرصة مرة واثنين وثلاثة. أعتقد إن هو يقدر يعمل فرق في الأهلي، وانت كده كده مش هتشتريه. يعني انت لو حسبتها انت هتبقى مقعده ماشي وهتستفيد منه، وما نجحش تقدر تعيره مرة تانية. انا بقول للأهلي اوعى تقع في الفخ يا أهلي، سيبه يروح للزمالك. تاو مش هيعمل اي حاجة لأي فرقة تانية مش الزمالك بس. كبيره قوي هيعمل ماتش كويس او حاجة، لكن كمجمل الموسم مش هيبقى فارق مع اي فرقة تانية. وبالتالي انت لو لبست تاو الموسم ده انت اللي غلطان. ليه؟ لان الفرق بتاع المرتب بتاعه تقدر تدخل بيه لعيب تاني تقدر تستفيد منه 3-4 سنين جاية، مش مجرد سنة واحدة. ده لو تاو حتى رجع لمستواه. فبالتالي انت اللي كسبان من بيع تاو. كفاية عليه كده. عارف ان في اهلاوية بيحبوه، وعارف ان هو لاعب كبير، بس الكلام ده الكبير ما بيبقاش كبير الا بمستواه، وعمر ما حد هيكبر على الاهلي.